قبل قصة روميو وجولييت كان في أسطورة هيرو ولياندر. هيرو كاهنة لأفروديت وعايشة في برج على الشاطئ الأوروبي من مضيق الدردنيل، ولياندر الشاب على الشاطئ الآسيوي. لأن حبهم أقوى من المسافات اللي ما بينهم، هيرو كانت كل ليلة بتنور مصباح في البرج بتاعها، ولياندر بيعوم ويعبر المضيق عشان يقابلها. لكن القدر بيتدخل وبتهب عاصفة قوية بتطفي مصباح هيرو، وبتخلي لياندر يتوه في البحر ويغرق. لما هيرو بتلاقي جثته على الشاطئ تاني يوم، الصدمة والحزن بيغلبوها، وبترمي نفسها من فوق البرج، عشان لو مش هيكونوا مع بعض في الحياة دي هيكونوا مع بعض في الحياة ما بعد الموت. الفنان بيرسم النهاية الحزينة للحبيبين، وجسدهم بيخلق خط واحد في محور اللوحة، وكأنهم في عناق أبدي مش هينتهي ولا حتى بالموت. وانتي ايه رأيك في اللوحة؟